حمام مغربي تقليدي مليء بالبخار. رجال يجلسون في صمت عميق. حمار يتجول في الحمام، وعيناه واسعتان بفضول وإعجاب. يمشي الحمار ببطء نحو الذئب الجالس وحيدا، وعيناه مغمضتان. الحمار يتكلم: يا صاحي الذئب، هل تدلك ظهري قليلا؟ إنه يسبب لي صداعا. تتفتح عين الذئب فجأة، بنظرة باردة تخترق الهواء الرطب. يرد الذئب بهدوء على الحمار: يا صديقي، هل أبدو وكأنني أعمل هنا؟ لقد أتيت للاسترخاء، لا لغسل الحمير. وألفنتيا يمسح الحمار المكان بعصبية، ويشعر بأنه ليس في مكانه. يرفض الذئب الحمار باردحاد: يا سيدي، هناك أناس يعملون هذه الوظيفة، لا تأتي لإزعاج مخلوقات الله في الحمام. يخرج الحمام المغربي، وتغطي وجنتيه مسحة من الخجل. يحمل معه درسا تعلمه، وقد تغير للأبد بسبب تجربته. من ذلك اليوم فصاعدا لم يتن بدون حجز، وتعلم أن حتى الاسترخاء له قواعده.